اهلا ببنياتي، الله يرضي عليكم وينور طريقكم. كي درتوا مع الصيام ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم وانا كنسبح طاحت لي في بالي واحد الهضره وبغيت نشاركها معاكم. خذوا من ميمتكم هاد الكلمه، راه اللي سبقك بليله سبقك بحيله. كنشوف دابا بنياتنا الله يهديهم اللسان ولا سابق العقل، غير اللي قال لها شي كلمه كتنوض تشعل فيه العافيه بدينا وتقول لك انا ما كنسكتش على حقي. يا بنتي راه الحق ما كيتخادش ديما بالغوات وطول اللسان، راه كاين اللي كياخذ حقه بالرزانه وباد. زمان كنا كنقولوا الكلمه زينه كتقضي الحوايج المحال. كانت المره فينا الا سمعت شي كلمه من عجوزتها ولا من لوستها ولا من جارتها كتغميض عينيها وتصبر. ماشي حيت هي ضعيفه، لا والله، عارفه ان الله مع الصابرين، والصبر هو اللي كيبني الديور ماشي العكس. الا شي حد عصبك ولا قال فيك اللي ما فيكش، قولي اللهم اني صائمه بقلبك قبل لسانك. في هذا الشهر الكريم تدربي يا بنتي على صيام اللسان. شتي شي حاجه ما عجباتكش ديري عين ميكا، راه الميكا هي الضحكه والرزانه هي اللي كتخليك غاليه في عينين الناس. شتي شي حاجه ما عجباتكش ديري عين ميكا، راه الميكا هي الضحكه والرزانه هي اللي كتخليك غاليه في عينين الناس، والرزانه هي اللي كتخليك غاليه في عينين الناس. خلي لسانك ديما رطب بذكر الله وبالكلام الحلو، راه فمك هو مرايتك. الضيور يا بنيتي كيتجمعوا بالصبر والكلمه الحنينه، والمراه الحادقه هي اللي كتعرف وقتاش تسكت وقتاش تدوي. الله يستركم فوق الارض وتحت الارض ويجعلكم من المقبولات في هذا الشهر العظيم. قولوا لي يا بنيات، واش فايت لك صبرتي على شي كلمه وجاب لك الله التيسير؟ كتبوا لي في التعليقات ودعيوا معايا.